عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده معايا وصفه حلوه جدا جدا لزياده الوزن بتاعه الفراخ. ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ بتاعه النهارده كده عمر 26 يوم، يعني ما شاء الله اللهم بارك، كلها 3 4 ايام وهيدخلوا لي على الشهر. انا عايزه ازود وزن الفراخ بتاعتي بطريقه حلوه ولطيفه كده، واسكر طعمهم وانضفهم من الاعلاف. تمام، ده مشروع طبعا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك. حاجه زي الورد. بصوا بقى، الخلطه مش اول مره استخدمها النهارده، انا بقالي 3 ايام بستخدمها. استخدمتها من اليوم ال 23. الكتكوت ده صغير على فكره من الناحيه التانيه، يعني الكتكوت ده مش تبعهم. استخدمتها من يوم 23 وهم عندهم 23، يعني النهارده تالت يوم بالظبط بستخدم الوصفه بتاعتي. ما شاء الله اللهم بارك. الوصفه دي بصوا بقى، يعني بشهاده كل اللي جربها، كل الناس اللي جربوها بيقولوا لي في الكومنتات او بيقولوا لي في التليفون: يا مدام هبه، من يوم ما جربنا الوصفه بتاعتك دي وفرقت جدا جدا معانا في الاوزان، وفرقت في طعم الفرخ، وفرقت في الوزن، وفرقت في فقدان الشهيه، تفرق في حاجات كتير جدا. الفراخ بتاعتي النهارده هتستخدمي لها الوصفه دي، وصفه الزياده، الوصفه السحريه، الوصفه الرهيبه. مش هقول اكتر من كده، انا مش هقول اكتر من كده. اول حاجه حاجات مغذيه جدا جدا، حاجات فاتحه للشهيه، حاجات ممتازه. بس هقول لكم حاجه برضو عشان الامانه، وقبل ما تستخدموها، ما ينفعش يا جماعه تستخدميها والفراخ عندها اسهال. لو الفراخ عندها اسهال فما ينفعش تستخدميها في الوقت ده. لازم الفراخ بتاعتك تكون البراز بتاعها متماسك وصحيح 100%. طيب لو مش عندهم اسهال وعندهم كوكسيديا، لازم اعالجوا الكوكسيديا الاول. الكوكسيديا اللي هي تحسي ان ما فيش البراز بتاعهم متماسك، بس في برتقاني او في احمر، فده وقتها بنقول عليه كوكسيديا. الكوكسيديا دي لازم تتعالج الاول. لازم البراز بتاعي او البراز بتاع الفرخ اللي قدامك يكون متماسك وتقيل 100%، ما يكونش فيه اسهال. لكن لو فيه اسهال ما تستخدميش الوصفه. ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي. لان الوصفه دي هتزود الاسهال جامد، انما نستخدمها والفراخ صحيحه 100%، ما فيهاش اسهال، ما فيهاش اي مشاكل، فهتاخدي اعلى نتائج منها باذن الله. ايه هي الوصفه بتاعتي بقى؟ عباره عن ايه واستخدمها ازاي؟ اول حاجه كده، انا معايا 4 مكونات. تمام، 4 مكونات. هي ممكن تكون وصفه مكلفه شويه، بس والله ارخص من الدواء بكتير جدا، وانضف من الدواء بكتير جدا، وامان جدا ان انت تستخدميها. يعني بدل ما تستخدمي ادويه ولا هرمونات ولا تجيبي فواتح شهيه ولا تجيبي ادويه ولا تجيبي اي حاجه من الحاجات دي، هو الوصفه بتاعتي دي زي ما هقول لك كده، وربنا هيكرمك فيهم وهيرزقك وهيديكي خيرهم وهتدعي لي بجد منهم. تعالوا كده نشوف الوصفه بتاعتي، الوصفه السحريه. بصوا، الفراخ حرانه جدا جدا، الله يكون في عونهم والله. يعني انا برجع واقول الله يكون في عونهم وكتر خيرهم ان هم وصلوا للمرحله دي معايا. انا كنت وزنه دلوقتي لقيت اقوى، يعني بصوا لقيت اكبر فرختين الواحده طلعت كيلو 850. تمام، طبعا عمر 26 يوم احيانا بيوصل معايا والله 2 كيلو. هو اكبر حاجه طلعت كيلو 850، وفي كيلو 650، وفي كيلو 600، وفي كيلو ونص كمان على فكره. فكويس في الحر ان الفرخه تطلع معانا كده، يعني تطلع معانا الفرخه كده ما شاء الله عليها. ايه رأي؟ مالها كبيره؟ طيب تعالوا كده نشوف الوصفه بتاعتنا السحريه الهايله جدا النهارده. هاتي كده روح الحاجات اللي هناك دي. تعالوا كده نبدا ونسمي الله. بصوا، اول حاجه كده معايا علف. معايا حوالي 10 كيلو او 11 كيلو من العلف. تمام، ده العلف اللي انا هعلفه دلوقتي. هاتي كده روح. الوصفه بتاعتي اول حاجه عباره عن زبادي. تمام، ممكن تستخدمي لبن رايب. انا كنت مروبه لبن وكان معايا، يعني انا كنت مروبه لبن ولسه خلصان مني النهارده فاستخدمت زبادي، لكن انا بقالي 3 ايام بستخدم لبن رايب، ما بستخدمش زبادي. معايا عسل اسود ومعايا خميره. هنستخدمه ازاي؟ تعالوا كده نشوف. بصوا بقى يا حبايبي، هنا العسل اول حاجه هستخدمها. انا معايا حاجه ناقصه، لان انا معايا حاجه ناقصه، معايا حاجه ناقصه. والحاجه الناقصه اللي معايا الثالثه او الرابعه، او هو ال الحلبه المطحونه. الحلبه المطحونه هي اللي ناقصه معايا النهارده، لكن انا بقالي 3 ايام بستخدمها. بستخدم ال4 مكونات دول. بصوا، العسل اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هحط مع حوالي معلقه، يعني حوالي معلقه كبيره لكل كيلو من العلف. تمام، حوالي معلقه كبيره. اتعمدت احط العسل الاول عشان الخميره الفوريه تمسك فيه، ما تنزليش في الارض، يعني ما تنزليش في قاع العلف او تحت في الارضيه بتاعه العلافات، عشان خاطر الفراخ تستفاد منها على قد ما تقدر. لكن لو حطيتها كده
يبقى اعتبريها هتنزل زي التراب في الارض كده في ارضيه العلف ومش هتتاكل. ما هي علبه زبادي كامله، هو المفروض معلقه ومعلقه، بس انا عشان عارفه معاييري او بستخدم بعمل الوصفه بقالي سنين على سنين فبحطها بالبركه. لكن لو انت هتستخدمي توكلي على الله وحطي لكل كيلو من العلف معلقه صغيره زبادي، معلقه صغيره عسل، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، وحطي معلقه صغيره من الحلبه المطحونه او المغات اللي هي مش موجوده معايا النهارده، لكن بقالي 3 ايام بحطها، بس هي خلصانه من عندي ولما بعت اشتريها ما لقيتهاش دلوقتي، فقلت احط لهم الوصفه كده واقولها لحبايبي لحد ما اجيب الحلبه واكمل بيها ان شاء الله لحد عمر الشهر. حطيها في اخر اسبوع من ذبح الفراخ واتفرجي بقى، اتفرجي على الشهيه واتفرجي على شيل الوزن واتفرجي. بصوا هو ده الهرمونات بقى اللي تزود الوزن فعلا، بس هرمونات طبيعيه ما فيهاش اي ضرر لينا، بالعكس ده هي فيها ما شاء الله يعني اللهم بارك، فيها غذاء لينا وفيها فيتامينات لاولادنا مش هنضرهم. يعني احنا مش هنضر الولاد بحاجه تيجي من بره واخده هرمونات او واخده حاجه تسد النفس يعني او تسد المعده او اي حاجه بقى ايه تجيب لنا المرض معاها. هدوب كويس جدا وهرجع لكم تاني يا حبيب قلبي. دوبت العلف بتاعي كويس جدا جدا عشان يطول الوصفه بتاعتي، تطول كل الاماكن، تطول كل حاجه حته في العلف. ادي اهو، وهدوب تاني، نقصت هدوب تاني. هقلب كل العلف. هنا في علف، في هنزود برضو نسبه، انا بحطها في وصفه الصبح بس، العلف اللي هياخدوه الصبح بس. تعالي اهو هنا بصوا بقى لحد اخر حبه علف الوصفه متقلبه فيهم اهي. تعالي كده بصوا لحد اخر حبه علف، بصوا اهي علفه فيها وعلفه ما فيهاش اهي اهي، شايفين لحد اخر حبه فضيتهم من الجرده اللي مقلبه كويس جدا مدوباها كويس جدا. هتستخدمي الوصفه دي اخر اسبوع، هاتي يا رب، اخر اسبوع من الذبح. خد الجردل ده يروح، اخر اسبوع من ذبح الفراخ، اخر اسبوع جربي الوصفه اعمليها كل يوم. لو هتعمليها بعد ال20 يوم هتعمليها يوم ويوم. بقولك اوعي تعمليها قبل تغيير العلف، هتخسري على الفاضي، هتتكلف عليكي على الفاضي. والفرخ قبل تغيير العلف ما بيحولش وزن، ما بيحولش غير بعد تغيير العلف. تمام؟ يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، وكل اللي يجربها يدعي لي النهارده ويدعي لي كمان لما يشوف النتيجه بتاعتهم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.